كام فكرة مشروع واحنا داخلين على سنة جديدة. كل سنة وانتم طيبين. هتعمليها وانت قاعدة في بيتك. مشاريع جامدة جدا جدا جدا. كل اللي يخش لي ما ينساش اللايك والشير للفيديو عشان الكل يستفيد. فيديو جامد جدا جدا. والله العظيم ثلاثة في حاجات احنا بنعملها وترجعي تتندمي تقولي يا ريتني ما كنت عملت كذا وكذا وكذا، كنت شلتهم وعملت مشروع كذا وعملت كذا. يلا بينا نخش على المشروع، وعلى كام مشروع، مش مشروع واحد، ده كام مشروع. واحنا داخلين بإذن الله على سنة جديدة، ربنا يجعلها أيام جميلة علينا وعلى أمة محمد، ويستر عرضنا وعرضكم وعرض البنات كلها يا رب، وعرض الرجاله والستات. ربنا يسترها معانا دنيا واخره يا حبايب قلبي. ما نحرمش منكم وربنا يكرمكم. ما تنسونيش في اللايك وصلوا على سيدنا محمد. انا كوبايه شاي مع لومي، انا ماما لومي. ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم حبايب قلبي. بحبكم في الله، وكل سنه وانتم طيبين. فيديو زي ما بقول لكم كده جامد، ومش عايزه اي واحده تخش تتنمر وتقول لي ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما لومي. ولما بنزل يا جماعه الخير بنزل فيديو شورتز، حته من الفيديو ده، يعني انا بنزل حته من الفيديو ده. بعد الفيديو ده ما بينزل بنزل حته من الفيديو ده، بنزله شورتز. واحده داخله تقول لي هما طب فين بقيه الفيديو؟ لما انت ناصحه وعارفه ان بقيه الفيديو ما انت تخشي القناه عشان تشاهدي الفيديو. ما انا بنزل الشورتز ده علشان تعملي الفيديو. ماشي حبايب قلبي. ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك وايه والشير، وصلوا على سيدنا محمد. النهارده هنعمل كام مشروع من البيت هيكسبكم ذهب. هيكسبكم ذهب. والله العظيم ثلاثه. واحده بتقول لي طب انا ما بعرفش اخرج يا ماما لومي واعمل مشروع. طب انا يا ماما لومي ما عنديش امكانيات والفلوس واعمل المشروع. طب انا يا ماما لومي جوزي بيقول لي لا ما تعبدي وخلي بالك من عيله وما تعمليش اي حاجه. طب انا هعمل مشاريع منين؟ انا هقول لك يا حبيبه قلبي، النهارده هتعملي مشروع، مش مشروع ده كذا حاجه هتجيب لك منها فلوس، وهتشيلي الحاجات دي اكنها مش موجوده وهتحوشي منها وهتجيبي ذهب. سمعاني؟ الفيديو ده جامد جدا جدا. فانت بصي وشوفي ايه اللي هنقول لك عليه. صلى على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حبيبي رسول الله. في حاجات كتير احنا بنرميها وما تعرفش عنها حاجه. ازاي يا ماما لومي؟ في حاجات كتير جدا جدا جدا. زي ايه يا ماما لومي؟ انا هقول لكم معلش عشان انا كنت بتكلم بسرعه، فانا عايزه اخد على ان انا اتكلم بالراحه. انا بحب ان انا عشان انا عايزه اوصل لكم الحاجه بالمعلومه، فبتكلم بسرعه. فمعلش اعذروني يا حبايب قلبي. وبعدين انا في ناس بتخش تقول لي ارغي، وفي ناس تقول لي انت بتاخدي ال ال الفيديوهات من ناس تانية. فعيب يا حبايب قلبي، بالله عليكم عيب. عيب لما تقولوا لواحده اكبر منكم. واحده، انا مش صغيره، انا شعري شاب، انا مش واحده صغيره. انا واحده عندي خبره، مش بفتكس وبقول الحمد لله انا عندي وعندي، لا. انا واحده بمشي جنب الحيط وبقول يا حيطه داريني. بس انا بتكلم يا ولاد على اني انا الحمد لله رب العالمين الواحد عنده خبرات، وعندي حاجات من الزمن عدت عليا وداست علينا بمعنى الاصح. فانا هقول لكم الحاجات ديت، ورزقي ورزقكم على الله. تمام؟ يعني زي اي واحده ما بتعمل مثلا على اليوتيوب اكله، واحده تانية تعملها زيها او ترند وتطلع، هل معنى دي غشه من دي، ولا معنى دي سرقت الفيديو بتاع دي او خدت الفكره؟ هو كده الترندات، ودي الفكرات اللي كلنا بناخدها من بعض. بس انا ما باخدش الحمد لله. وان اي واحده تعمل كده انا ببقى عامله الفيديوهات، خلي بالكم، وسايباها عندي. يعني انا محوشه كذا فيديو مش فيديو واحد. فانا الاقي واحده نزلت الفيديو ده قبل ما انا انزله، فدي مش مشكلتي. هعمل لها ايه؟ يا ربنا يكرمها. معلش بقى، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وشيروا الفيديو لحبايبكم. كل واحده دخلت عندي تقول لحبايبها وتقول لغيرها وتقول لغيرها وتقول لغيرها، عشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا حبايب قلبي، عارفين الكرتون، الورق الكرتون اللي احنا بنرميه، علب الدواء اللي زي دي كده اهو. عندي علبه دواء اهي، وادي الانبوبه بتاعتها خلصت. هعمل فيها ايه؟ ده بلاستيك وده كرتون. ده هشيله، اعمله كده اهو، هشيله، هطبقه. وادي الكرتونه التانيه هشيلها. بصوا. والورق ده برضو، الورق ده بيتشال. بصوا كده كده اهو اهي كرتونه. هنحط ده على ده كده. تمام؟ هنشيل كل الكراتين دي اهو. بصوا دي اهي بتاع اهي فاضيه برضو، مش راضيه تطلع. استنى. ودي برضو كرتونه اهي، يعني شايفين ادي برضو خلصانه اهي، فاضيه وخلصانه. دي بلاستيك وده كرتون. هنحط الكرتون ده على الكرتون ده ونلفه كده ونقوم شايلينه. بصوا عندي كتير انا، بس مش عايزه اطلع عشان ايه ما يبقاش فيه زباله يعني. ده كتير كده نطبقه. والدي ده برضو نحطه ده كده على ده كده اهو ونطبقه. ده بلاستيك، ده بلاستيك. فاهمين؟ ده هيجيب فلوس، ده هتحوشيه ويجيب فلوس. انبوبه مرهم، انبوبه بتاع ديتول، انبوبه مش عارفه ايه، انبوبه ايه. بصوا البرشام، بصوا انا عاملاه ازاي اهو. بصوا قافلاه ازاي اهو. حاطاه كله كده على بعضه هيتقفل كده. كمان في حاجات تانية وصل اهو. بصوا علبه الكابوزايت بتاعتي بتاعت البرشام بتاعت الدواء بتاعت الضغط، برضو عاملاها كده. شايفين؟ فرد اهي.
والله عاملاها اهي بالورق بتاع الكرتون اهي. هحطها برده مع الكراتين دي كده اهو، وتتقفل كلها مع بعض كده اهو اهي. بصوا كده اهي، ونقفلها كده مع بعض. الراجل بقى بيجي يشتريها بالكيلو، ده بكذا وده بكذا وده بكذا، جات لك فلوس من غير ما تعرفي جايه لك منين. في حاجات تانية كمان بنعملها، واللي هي الكراتين. بصي البلاستيكات طبعا اهي برده، بصي علب، بصوا فاضيه ازاي. انا عاملاها اهي، وهتتعمل كده اهو اهي، وتتقفل برده. كل الحاجات دي هتتشال، كل دي هتتشال على بعض. بتاع الكرتون اللي هو بيجي ياخد من المحلات الكراتين، هو ده اللي بيشتريها، هتجيب مبلغ برضه. حتى لو جابت لك 20 جنيه 30 جنيه انت الكسبانه. كل مره هتشيلي الحاجات دي وتقومي حطاها في قلب علبه الحصاله اللي هي بتاعه رمضان بتاعه التحويش، عشان تخلي عندك حاجه هدف للي انت عايز تحوشي. تاني حاجه بصوا اهي كمان، بصوا في حاجات تانيه. صلوا على النبي. بصوا يعني دي ازازه دواء، بصوا اهي علبه دواء فاضيه اهي، فضيت شايلاها. دي هتتباع ازاز، ودي كرتون هحطها برضو وهي فاضيه خالص، دي فاضيه هشيلها. دي ازاز يتباع ازاز، وده يتباع كرتون. بصوا كذا حاجه ازاي. الكرتونه دي بص شلتها في قلبها عشان برضو تعمل وزن، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. وادي اهي، وادي علبه اهي كمان واحده اهي، مراهم كنت بجيبها عشان رجليا. تمام. في حاجات تانية، ادي علب البلاستيك دي، علب البلاستيك دي اهي، بصوا مش نضيفه اهي كده كلها، دي كده برضو هتتباع كلها، شايفين اهي. كل دي هتتباع اهي اهي، كل دي هتتباع. بصوا ازايز الميه، بصوا الازايز دي كلها اهي كده اهي كده، عشان ما تاخدش مكان. بصوا اهي كده اهي اهي كده اهو اهي اهي، هتتباع برضو اهي. كل ده بلاستيك هيتباع، فاهمين؟ عندي ده العلبه دي برضو اهي مش نضيفه اهي، كنت شايلاها بحط فيها اريا اهي، برضو هتتباع كل ده. تمام. بصوا العلبه دي كمان اهي، بصوا اهي بلاستيكات كده فاضيه. كمان حاجه تانية اقول لكم على حاجه تانية. صلوا على النبي يا اولاد، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا ادي العلبه اهي كمان اهي كلها، بصوا بحوش. وادي ايه كرتون، الكرتون ده اهو، ده الورق ده مع الكرتون اللي انا هعمله ده هشيل، بس انا كمان شايله فيه الازاز وشايله فيه الحاجات الايه البلاستيكات دي، كل ده برده هيتشال. بصوا اهي اهي، كل ده بلاستيكات. وفي تاني بلاستيكات تاني، ازايز تانيه كتير بتاعت ميه، يعني ما شاء الله حاجات كتير قوي هنشيلها وايه وهنبيعها. يا ماما لومي ده كل ده هيجيب فلوس. الازايز لوحدها، البلاستيك لوحده، الكرتون لوحده، الحاجات دي بتجيب مبلغ يا ولاد. صدقوني والله العظيم 3 بتجيب مبلغ. انت عندك كنز في بيتك وما انتش دريانه بيه. لو رحتي ودورتي في بيتك كده وكركبتي هتلاقي كل ده. مش لاقيه لها مكان يا ماما لومي اشيلها فين؟ حطيها تحت الحوض. الحوض لو هو ليه مقفل حطيها تحت الحوض، مش مقفل اعملي له حته ستاره كده. ولو الحوض يعني مش مقفل عندك اعملي له حته ستاره، وحطي ايه كرتونه وحطي فيها الحاجات البلاستيك دي، وتغطيها على بعض قوي قوي قوي، واربطيها بحته قماشه كده عشان تبقى مضغوطه، فاهماني؟ زي ما انا برده في فيديو منزلها لكم. صلوا على سيدنا محمد يا اولاد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم، وصلوا على سيدنا محمد. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو والله العظيم. اللي انا بعت فيه التيشيرت الالومنيا، جابت لي 720 جنيه. حطيتها في حصاله رمضان اللي انا قلت لكم عليها، فيديو انا نزلته قبل كده. اللي هو بيتابع فيديوهاتي هيقول لي يا ماما شفناه. الحاجات دي بتدوري فيها في البيت، دي بقى من غير ما تعملي مشروع ومن غير ما تعملي اي حاجه ولا اي حاجه تعمليها، وانت قاعده في بيتك كده سلطانه زمانك، هتقعدي تلمي الحاجات دي كلها. طبعا ما فيش بيت مخلي من علب الدواء، هتشيلي العلب اللي هي المركونه والحاجات ديت، والازايز الدواء بتاعت العيال الاطفال، والبلاستيكات الميه اللي هي زياده. عندك كنزات كمان شيليها، الكنزات دي برضو بتتعمل وتتباع. عندك كراتين، حطي كراتين فوق بعض كده، كرتونه جبتي فيها مش عارفه ايه، كرتونه جبتي فيها ايه، ما ترميهاش بره، حطي وطبقي او اضغطي عليها، وتقومي حطاهم تحت الايه الحوض، بس في نظافه كده وفي حته نظيفه عشان ما يعملكيش ايه، ما تعمليش وسخه ولا كركبه. تلمي الحاجات دي تبيعيها للراجل، بعتيها ب 50 جنيه، بعتيها ب 100 جنيه، انت وشطارتك. دي بقى تاخديها كهدف ان انت شايلاها في تحويشه رمضان، او تحويشه لهدف انها متشاله قرش متشال على جنب. اديك هتعملي مشروع من لا مشروع. واحده تيجي تخش تقول لي ايه اللي انت بتقولي ده يا ماما لومي؟ مشروع ايه اللي كلام العلب والكراتين دي؟ ايوه يا حبيبتي، الست الشاطره المدبره اللي عايزه تعمل حاجه هتعمل وهتقوم تعمل، تقول لي والله يا ماما لومي برافو عليك، انا بستفاد منك، لان انا بتخش لي ناس الله يبارك لهم بجد، ناس محترمه جدا جدا، وبترد غيبتي. لو في واحده قالت كومنت وحش بترد غيبتي. الله يبارك لكم، الله يسعدكم.
دنيا واخره، بحق السنه الجديده والشهر المفترج اللي احنا فيه، شهر رجب. ربنا يبارك لكم يا اولاد. فالحاجات دي بتوفر معاكم، والحاجات دي بتعمل معاكم قرش. الست الشاطره هي اللي هتعمل كده. واي حاجه تعمليها اعملي كده. مش عايزه تعملي ده، اعملي مشروع من البيت. لو ما عندكيش الحاجات دي بقى، بس ما فيش بيت مش مخلي من الحاجات دي. صلوا على سيدنا محمد يا اولاد، عليه افضل الصلاه والسلام. وزيد النبي صلاه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. ما ننساش ما استاهلش تحطوا لايك، احنا في اخر واخر الفيديو. حط لايك انت وهي يا اختي، حط اللايك يا حلوه. ماشي. الحاجات دي جميله جدا، وهقول لكم على مشاريع تانية تعملوها من البيت، واحنا داخلين على سنه جديده. ربنا يجعلها ايام خير وبركه علينا وعلى امه محمد يا رب، وكل من قال امين. يا رب يرزقنا ويرزقكم راحه البال، يا رب يكبر بخاطرنا. وادعوا لي بالله عليكم، ادعوا لي، لان انا تعبانه جدا جدا ونفسيتي زي الزفت. بجد انا بمر في ايام ما يعلم بها الا غير ربنا. الحمد لله على كل حال. نحمد ربنا ونشكر فضله. انا ما بطولش عليكم في الفيديوهات، بس انا بقول لكم على فكره يا اولاد، هتجيبوا منها ذهب، هتجيبوا منها ذهب صدقوني. فكره بمليون جنيه، مشاريع بمليون جنيه. ماشي حبايب قلبي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سلام يا حبايب قلبي.